أسعد الله مساء كل المصريين. يوم جديد وحلقة جديدة ومصر الحلوة. لو هنبدأ النهاردة حلقة مصر الحلوة عايزين نتكلم عن حكمة. سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجز. بالفعل هو ده، يعني ممكن لما بيسأل المستحيل أين تقيم فبيقول له في أحلام العاجز. لكن احنا في مصر الحلوة مفيش عندنا مستحيل، ومفيش عندنا في بلدنا مصر حاجة اسمها عجز. لأن احنا كنا لأول مرة من السبعينات أمام حكومة وأمام رئيس يرفعون شعار المواجهة، حتى وإن كانت هذه المواجهة سوف يعني تقيم عدد من اللاءات وتقيم عدد من الاعتراضات، لكن في النهاية كنا أمام مواجهة لصالح هذه البلد. كنا أمام مواجهة وإن كان البعض لم يتفهمها في مرحلتها الأولى أو لم يتفهمها وقت تحريك الأسعار أو وقت رفع الدعم أو وقت عدد من القرارات الاقتصادية المهمة اللي الدولة قامت بيها وأخذتها في لحظة حاسمة ومهمة من عمر وتاريخ هذا البلد. لكن في النهاية كنا أمام حكومة المواجهة، الحكومة والرئيس اللي قدر يواجه، الحكومة والرئيس اللي بيحاولوا كل يوم الضرب على أيدي الفساد والفاسدين، الضرب على أباطرة الفساد والفاسدين. عايزين نتكلم إنه لما نلاقي قرار بتحريك الأسعار لمواجهة تخفيض الدعم، الرئيس يطلع ويقول إنه قرار زي ده قد لا يتناسب مع التوقيت وقد يضر بشعبيتي، ولكن هذا القرار اتخذته لإنقاذ هذا الوطن. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده دايما اللي بنتكلم فيه في مصر الحلوة. نص الكوبايه المليان اللي احنا دايما بنبص له، نص الكوبايه المليان اللي احنا دايما لازم نشوفه، علشان في النهايه تبقى مصلحتنا انت المواطن، زي ما الدوله بتسعى لده. خلوني امسي على ألفت واقول لك مساء الخير يا ألفت. مساء الخير يا حسام. يمكن من ضمن الاخبار الحلوه النهارده، مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم. وزي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشه، ده المؤتمر الكشفي السنوي للقاده والمساعدي الكشافه. برحب بحضراتكم مره تانية في مصر الحلوه. مصر الحلوه بناسها واهلها ونيلها وارضها، هم دول ناسها اللي مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه واللي شايفينهم معانا دلوقتي على الشاشه. دي كلمه بيلقيها نيافه الانبا موسى في المؤتمر الكشفي السنوي للقاده والمساعدي. دايما تعودنا من الكشافه بتاعه الكنيسه الارثوذكسيه، بصراحه مشرفينا دايما في المؤتمرات، في الحفلات، في ليالي الاعياد، على كل المستويات، حتى في تأمين مداخل ومخارج بتاعتنا في الاجتماعات. دايما بيكونوا للتنسيق وللتنظيم. حقيقي هم دايما مشرفينا ودايما رافعين راية الكنيسة وشكل الكنيسة بالنظام، دايما بيكون أحلى. بحييهم جدا. المؤتمر بيحضروا طبعا قداسة البابا المعظم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة الأنبا تودروس الثاني، وكمان محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، وكمان نيافة الأنبا موسى ونيافة الأنبا رفائيل، والدكتور صامويل متياس ده رئيس الكشافة في الكنيسة الأرثوذكسية. حقيقي كل التحية وكل التقدير، ويمكن بدأ بهذا التقدير قداسة البابا لحضور المؤتمر السنوي، لأن هم لهم دور فعال وقوي جدا. وهي دي شباب مصر. شباب مصر ما بيتجزأش، ما فيهوش مسلم ما فيهوش مسيحي، بدليل حضور القيادة بتاعة الدولة للكشافة. أنا يعني تشرفنا وجوده مع الكشافة بتاعتنا دلوقتي، وكمان محافظ الإسكندرية وإصراره على التواجد في مناسبة وطنية بدأت بالسلام الوطني. بدأت بالسلام الوطني، وكمان الشعار قلب واحد وطن واحد، وهو ده مصر الحلوة اللي احنا بنتكلم عنها. دايما مصر حلوة، ولما نلاقي الجمع ده بالروح دي هو ده انتصار آخر. لو احنا اتكلمنا على 73 زي ما بدأ حسام، احنا كمان محتاجين لده دلوقتي. خلينا نتذكر مع حضراتكم ايضا الشارع المصري خلال الاسبوع اللي فات اللي احنا ما كناش معاكم فيه. من الخميس للخميس النهارده قرارات عديدة، توتر في الشارع ما بين القابلين والمعارضين. لكن يعني تعالوا كده نفتكر مع بعض القرارات، نشوف ايه اللي حصل من خلال حكومة وقائد ورئيس جمهورية اختاروا ايه. الضرائب على البورصة الفترة اللي فاتت، ودي كانت لأول مرة نشوفها. كمان الحد الأقصى للأجور للعاملين في الحكومة، وده شيء ما كانش حد يقدر يقرب له، زي اللي كان بيحط إيده في عش الدبابير. كمان اتكلمنا على السلع التموينية اللي نزلت أكتر من 20% في وقت من الأوقات قبل زيادة البنزين. كمان بنتكلم عن زيادة 100، يعني نص بالظبط، 1,500,000 على 1,500,000 اللي كانوا للمعاشات. يعني بقوا تقريبا 3 مليون دلوقتي اتضافوا للمعاشات من والدي ووالدك. ده شيء اتضاف الفترة اللي فاتت. كمان العلاج الطوارئ في أي مستشفى من المستشفيات لمدة 48 ساعة. كل ده كانت قرارات في عش الدبابير يا جماعة.
نيجي بعد كده ونلاقي زياده في البنزين خلت الدفه اتحولت في الشارع في ناس بتروج. لازم نفهم ده كويس، في ناس همها جدا ان هي تسخن الدنيا، ان الوضع ما يبقاش مستقر. الزياده دي محدش هياخدها في جيبه، لا حكومه ولا رئيس. كان ببساطه شديده جدا هم اختاروا الشعب وليس الشعبيه. خلينا أكد تاني قبل ما نلجأ لأخبارنا، هم اختاروا الشعب ومش الشعبية. كان ببساطة شديدة جدا ممكن تكون القرارات ناعمة ما فيهاش زيادات دلوقتي. يمكن التوقيت في شيء من بل بالعكس، يعني هم يمكن اخذوا ده. انا هسيب لحضراتكم الكلام، لان فقراتنا النهارده كمان فيها فقره مع خبير اقتصادي هنتكلم فيه عن اختيار التوقيت، ايه الشكل القرارات دي، هل هي مناسب ولا غير مناسب. يعني كل ده هنحاول نفهم النهارده من خلال فقراتنا في مصر حلوه. لكن في النهايه الناس اختارت شعب ومش شعبيه، وده يطمنا ان احنا في ايد امينه، بلاش نقف لها على الواحده. ولا ايه يا حسام؟ أكيد طبعا يا ألفت، ويمكن ده اللي ظهر في خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إفطار أمس بمجموعة من رجال الأعمال، كان على رأسهم المهندس نجيب ساويرس ورجل الأعمال محمد الأمين وأحمد أبو هشيمة ومحمد فريد خميس وصفوان ثابت ومحمد أبو العينين، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال وصل عددهم ل 15 كمان رجل أعمال وكبار المستثمرين. الرئيس السيسي شرح خلال لقائه بالاقتصاديين ورجال الأعمال بعض أفكاره الاقتصادية، وكمان الأهم من ده أنه طمأن رجال الأعمال على استثماراتهم، وشدد كمان على أن كل أفكاره لتنمية الاقتصاد وتأتي في إطار القانون. وقال عبارة مهمة جدا لازم نحطها كده بين قوسين ولازم كلنا نتفهمها. قال أنا راجل بخاف ربنا ومش ممكن آخد فلوس حد غصب عنه. وهو ده اللي احنا بنأكد عليه، القيادة الجديدة التي تسعى دائما إلى أن تكون هي الرمز الإيجابي، وهي أن تكون أنها القدوة. أنا راجل بخاف ربنا ومش ممكن آخد فلوس حد غصب عنه. الرئيس كمان وخلال كلامه لرجال الأعمال قال أنا حريص على المشاركة المجتمعية لدعم الاقتصاد المصري، وذكر لحظة تبرعه لصندوق تحيا مصر، وقال في الحتة دي لا يعني أنني ألزمكم بالتبرع مثلي، وقال أنا لو كان معايا 100 مليار كنت اتبرعت بيهم لصالح مصر، وقال أنا عمري ما هضر براجل أعمال في شغله أو أحرمه مما جناه في مصر من أرباح. وده يمكن كان بيرد على التخوفات كتيرة اللي قالت في الفترة الأخيرة أن رجال الأعمال خايفين من السياسات والقرارات الاقتصادية اللي طلع بيها الرئيس. وكمان رجال الأعمال من جانبهم اقترحوا مبادرة لتنمية المناطق العشوائية تحت شعار تحيا مصر ووفق مبادرة صندوق تحيا مصر، وده اللي رد عليه الرئيس. وده بيأكد يا ألفت إن احنا دايما قدام لحظات إيجابية بتترسم في عمر البلد دي وفي خريطة البلد دي، والمواطن نفسه في النهاية هو المستفيد منها بشكل أساسي. ده حقيقي. وكمان لو رحنا للخبر الجاي يا حسام هنأكد على ده أكيد أكتر. طبعا. أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 24 ألف وحدة سكنية جديدة في عدد من المحافظات. وقال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الوزارة ستفتح باب التقدم لمحدودي الدخل لحجز الوحدات السكنية التي طرحت مؤخرا يوم 15 مايو الجاري، مؤكدا أن الوزارة في طريقها لتنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل تبلغ مساحة الوحدة فيها 90 متر. يعني ده حاجة بسطتني جدا. 90 متر كان في الأول أنا فاكرة كان 60 أو 70. 90 متر دي معناها أوضة إضافية زيادة للشقة دي، وده شيء رائع لأن 70 متر دي كانت بعد الزواج أو حديث الزواج ما بيتزوجوا، مجرد ما بيخلفوا أول طفل بيبتدي الشقة يبقى فيها أزمة، تاني طفل ما بيبقاش أصلا الأسرة عارفة هتقعد فين. فمعنى كده إن في تخطيط سليم. الزيادة دي ما هياش رفاهية، ده من حق مواطن، من حق الأسرة يبقى فيه خصوصية، احترام لآدمية الناس. ده شيء رائع احنا بنشكر عليه وزارة الإسكان فعلا يعني. أكيد. ولو احنا فكرنا ننتقل شوية من جزء رجال الأعمال والإسكان وحبينا نشوف مصر في المشهد أو مصر كمان في عيون الخارج أو في عيون الغرب، جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وصف مصر بأنها دولة تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية، وقال كمان أن هناك إصلاحا اقتصاديا وده أمر مطلوب. وذكر أنه ده شافه من خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة، والموازنة دي اللي هدفت بشكل أساسي أنها تضع مصر على المسار الصحيح وخلق الاستثمار والكثير من الوظائف. وكمان قال ان ده بيتضمن قدام خلق الفرص دي بيتضمن الكثير من التحديات. وقال كمان ان تلك المشروعات الخاصة الاقتصادية بيسهم فيها الاتحاد الاوروبي بشكل كبير، لانه من الاساس بتسهم في تحسين حياة الفقراء والمهمشين. وده اللي احنا بنتكلم عليه، انه مصر كل يوم عن يوم بتزداد صورتها الايجابية في الداخل، وكمان تصحيح الصورة اللي كان الغرب واخدها عنها او كان سفراء الدول الغربيه اللي موجودين في مصر واخدين عنها، ابتدت كمان ان هي تتصحح وتتحط على الشكل الصحيح.
ده أكيد. احنا كمان هندخل دلوقتي على الشكل الصحيح. حلقتنا غنية جدا زي ما قلت لحضراتكم، لكن قبل ما نطلع لفاصل نستقبل ضيفنا، بفكر حضراتكم ان احنا هنسيبكم مع الاحتفال الكشافة السنوي للقادة والمساعدين بقيادة، يعني بيحضروا قداسة البابا المعظم البابا تودروس الثاني، وكمان محافظ الإسكندرية نيافة الأنبا رفائيل، نيافة الأنبا موسى، وكمان الدكتور صامويل اللي يعني في قائد الكشافة على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية مني ومن قناة ميسات ومن برنامج مصر الحلوة. كل يعني التحية للكشافة، وبنقول لهم يا رب كده من أفضل لأفضل كل سنة. هنطلع فاصل نستقبل ضيفنا الأستاذ عبد الله خليل السياسي والحقوقي المستقل، وزي ما قلت لكم حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا وهتجدوا فيها مصر حلوة. خليكم معانا. وصلنا فاكس بسرعة، 3 فاكسات. بنقول لسيادة محافظ اسكندرية منورنا، وبنقول لقداسة البابا مباركنا، والفاكس الثالث للأنبا موسى بنقول له 41 أبروشية مش 40.
بورسعيد الفشن أطفيح. أحسن شباب. لمبة موسى. هقولها وهحلها. معالي المحافظ بقى مش سايب لنا حاجه، بيفتش تمام يعني في الشغل، فبيقول انتوا قلتوا 41 ابروشيه، اليوفط اللي جات دي 35، يعني ناقص 6. عديتهم عشان تقول لي انبا موسى كده لازم اعدهم، ما كنتش اعدهم من الاول. فاكس من محافظ اسكندرية لجميع الكشافين كسفتوه. الكشافة بتبان قدام الناس برمزيتها، باللبس اللي بنلبسه، بالشارات اللي بنحطها، والناس بيقفوا عند حدود الرمزية. لكن الحركة الكشفية هي واحدة من الحركات التربوية اللي فيها رسائل دكتوراه ملهاش عدد يا سيدنا في انجلترا على وجه التحديد. انا فاكر لما رحت جلويل بارك ارض المعسكرات الدولية، رسائل الدكتوراه عن الحركة كأداة من ادوات التربية غير طبيعية واعداد غير محدودة. الحركة عندها 4 حاجات اساسية: وعد وقانون، ودي المثل العليا بتاعت الحركة اللي هي بوصلة الحركة. التجمع في مجموعات صغيرة بيسموها الطليعة اللي بتكون عريف الطليعة وتخليه قائد. برنامج متدرج نشط، برنامج شارات اسمها كفاية مبتدئ وتاني وأول، وشارات هواية ملهاش عدد، وحياة خلاء وخدمة. في الخلاء بنكتشف نفسنا وبنكتشف الآخر، وفي الطبيعة بنتكلم مع الخالق. الحركة الكشفية واحدة من الحركات التربوية المعدودة. خسارة ساعات بنتمسك بالرمزية، نشوف بس الفولار والشارات، لكن الحركة وراها فلسفة كبيرة جدا. دخل الراجل على حارس المدينة، دخل الراجل على حارس المدينة بالبيبسي، خلصوا البيبسي. اوكي سيدنا. دخل الراجل على حارس المدينة وسأله: هو البلد دي فيها قادة؟ بيخلفوا قادة؟ قال له: لا، البلد ما فيهاش قادة، بتخلفوا بيبس بس. احنا ما عندناش قادة جاهزين، احنا بنعد القادة. سيدنا البابا، خليني اقول قداستك على انه احنا بس مش بنعد قادة للحركة، لكن القادة قدمت 8 أسس للكنيسة: الأمس يؤنس كامل، ماري مرقس بور فؤاد. يا ريتكم تكونوا 8 عشان ما تطلعوش 20. الأمس صليب حكيم، كاهن عامل أنشطة بورسعيد. القمص توماس القس صمويل، الملاك ميخائيل الزقازيق. برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في مصر الحلوة. مصر الحلوة مع حضراتكم دلوقتي. هنستقبلنا ضيفنا الأستاذ عبد الله خليل، الحقوقي المستقل وفي الولايات المتحدة. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. هقول تاني، احنا معانا على الشاشة دلوقتي قداسة البابا في الحفل الكشفي السنوي. ان شاء الله منتظرين كلمة قداسة البابا وحضرتك تعلق عليها معانا ان شاء الله. ان شاء الله. نورنا في مصر الحلوة. اهلا منورة بيك. نبدأ مع حضرتك في أخبارنا. الرئيس
وخلال لقائه بعدد من رجال الأعمال: أنا بخاف ربنا ومش ممكن آخد فلوس حد غصب عنه. السيسي: لن ألزمكم بالتبرع مثلي، ولو كان معايا 100 مليار جنيه لكنت اتبرعت بيهم لمصر. ويؤكد: لن أضر رجل أعمال في شغله. هل كنا محتاجين للتصريح ده حضرتك الفترة اللي فاتت؟ هل كان في قلق واضح في رجال الأعمال؟ لا طبعا، هو كان في قلق واضح من قبل الانتخابات الرئاسيه او اثناء الانتخابات الرئاسيه من رجال الاعمال. يعني تصريحات الرئيس السيسي حوالين الفقراء ودعم الفقراء والحديث اللي كان بيتكلم عنه كان مسار قلق لرجال الاعمال اللي كانوا موجودين في الحمله الانتخابيه، وكان في تخوف من بعض السياسات اللي هي ممكن او القرارات اللي اتخذها السيسي فيما يتعلق بعمليه الاصلاحات، وانها ممكن تمس قطاع كبير من رجال الاعمال، وجزء كبير جدا من رجال الاعمال كعاداتهم يعني، لانهم كانوا متعودين فيما قبل 25 يناير 2011 ان هم يدعموا الانتخابات الرئاسيه او رئيس الجمهوريه المقبل في مقابل مزايا او امتيازات يحصلوا عليها بعد نجاحه يعني. وده كان بيتم، السياسات بتتم مع الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. فبطبيعه الحال ان ده كان منتظر انه يكون من الرئيس السيسي ان يحصل مثل هؤلاء اسماء محدده، وفي اعتقادي انها بيعاد تكرارها وبيعاد تكرار اسماء هي ذاتها، انها كانت تحصل على بعض الامتيازات اللي موجوده من الرئيس الحالي. الامتيازات دي بتتنوع، يعني ان هم يعني انت عارف راس المال يعني يسعى الى النفوذ دائما لمحاوله الهيمنه على الصفقات الاقتصاديه او على الامور، او لانهاء او انجاز بعض الاعمال اللي كانت موجوده عن طريق الوساطه او عن طريق استغلال النفوذ. فده كان جزء كان يعني بطبيعه الحال. لكن دلوقتي دي يعني ما فيش الكلام ده. اعتقد اعتقد احنا في دوله جديده. احنا دلوقتي ما زلنا في البدايه، في بعض القرارات اتخذت خاصه زي ما حضرتك ذكرت، مش عايز اقرر يعني، بدءا من الحد الاقصى للاجور وبعض لكن الجزء الخاص فيما يتعلق بعمليه اعاده التكافل الهيكلي اللي هي ما يتعلق بتحريك تحريك الاسعار او الغاء الدعم. الغاء الدعم ده المفروض ان يبقى فيه نسبه كبيره جدا من المضارين. لازم تكون في سياسه استراتيجيه واضحه لعلاج الاثار او الاضرار اللي موجوده دي، الاثار التكافل الهيكلي اللي هي نتيجه رفع الدعم. لغايه دلوقتي انا شايف النهارده ان في مسكنات موجوده في داخل السياسه والحركه. في مسكنات هي مثلا طرح يعني طرح السلع، يعني هقول لحضرتك مش هيكفي طول السنه يعني ده هيفضل مستمر لغايه امتى؟ الامر الاخر ان منافذ التوزيع اللي موجوده، شايف ان منافذ التوزيع اللي موجوده بتهتم اكثر بالمدن منها، رغم ان اللي اكثر احتياجا واكثر اضرارا هو الريف. لو توزعت المنافذ دي على خريطه الفقر، في خريطه اتعملت في مصر عملها البرنامج الانمائي للامم المتحده اسمها خريطه الفقر. لو خريطه الفقر اتوزعت عليها المنافذ اللي موجوده دي وبدات المعالجه، خدي بال حضرتك ان خريطه الفقر ايضا بتعكس شيء مهم جدا. في اثناء يوم 14/8 عكست حاجه غريبه جدا، واحنا رصدتها في مسار العداله الانتقاليه يوم 14/8. اكثر المحافظات واكثر المراكز واكثر اقسام فقرا، يعني اقسام حتى في داخل المدن في المناطق العشوائيه، هي اكثر المناطق خلقا للارهاب. يعني لو مشينا من اول البتاع ده، يعني لا احنا عملنا خريطه كامله لما تم يوم 14/8 اللي هي في اعقاب فض ربع العدو. شفنا ان في حركه منظمه موجوده تمت في عدد كبير جدا من مراكز الصعيد. مثلا انا هديكي، لان احنا خدنا وجه بحري وخدنا وجه قبلي، وبعدين قسمنا المدن لاقسام موجوده ومراكز. شفنا ان اكثر المناطق فقرا وفسادا هي اكثر المناطق ارهابا. تواجد كمان في هنا الخريطه دي، وقلنا عشان كده لازم مشروعات التنميه توجه بشكل مباشر، والمناطق دي تكون لها الاولويه في مشروعات التنميه المقبله. فلما تيجي تعالجي اثار التكيف الهيكلي، عليك انك تتجهي الى هذه المناطق وهذه المنافذ. انا شفت خريطه المنافذ اللي موجوده، ما لقيتش المناطق، لقيت في تكثيف على المدن، على القاهره وفي مناطق بعيده وما تقدرش تقويها ومش كافيه. لكن في نفس الوقت المناطق دي ما فيش سياسه لمعالجه اثار التكيف الهيكلي الخاص بالغاء الدعم على السلع، فهتصبح هذه المناطق ايضا اكثر ضررا يعني من اللي موجود. فلازم اعالج ده، ولازم اعالج ده، مش اعالج ده ان ده دلوقتي لان احنا في رمضان وفي احتياجات، لا لازم اعالج ده على مستوى ان الاثار دي
ممكن يعني حين نهوض المجتمع او ارتفاع معدلات التنميه اللي موجود هتستمر قد ايه، فلازم تبقى في برنامج وسياسه لغايه على المدى الطويل خدي بال نشتغل حضرتك عليه. ان ده مش امر متعلق بالاقتصاد، ده امر متعلق بحقوق الانسان، لان اثار التكيف الهيكلي ليها اضرار عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. حق العمل ليها تاثير على التعليم، ليها تاثير على الصحه، ليها تاثير على الشباب، وليها تاثير على الاسر بشكل كامل. فلازم انا النهارده ابقى اعالج الاثار دي، اخفف اثار اللي هي متعلقه بالاضرار اللي ممكن تسيب كل الحقوق الاقتصاديه الاجتماعيه او تزيد الناس فقرا في المجتمعات دي. لو انا عندي الآلية للرقابة الكافية على السوق، هل دي هتعمل في شيء من الضمان على الأقل لاستقرار الأسعار؟ طيب انت هنا بقى حضرتك هتختلف في حاجتين. آلية الرقابه، مين اللي بيمارس الرقابه؟ عندي رقابه حكوميه موجوده، رقابة مجتمعية. الرقابه المجتمعيه مين بيمارسها؟ المجتمع المدني. هل انت عندك مجتمع مدني قوي ولا مجتمع مدني يضرب كل يوم بشكل مستمر سواء من الحكومه او من رجال الاعمال؟ رجال الاعمال عن طريق استخدام منافذ الاعلام اللي هم مملوكه ليهم بيضرب البتاع. الحكومه ما عندهاش ايمان خالص ولا ثقه في المجتمع المدني اللي موجود. فهنا دور الرقابه المجتمعيه هتتم بواسطه مؤسسات مجتمع مدني احنا بنقول عليها اللي هي شبه رسميه او شبه حكوميه، وهي شريك اساسي من شركاء. لا وانا عايز هنا عايز مؤسسات مجتمع مدني مستقله تستطيع ان هي تراقب الحكومه بشفافيه شديده جدا، وده مطلوب لسلامة وتراقب الحكومة رجال كمان. الاعمال. لان انا عندي هنا يا استاذ في مشكله ان في عندي فساد حكومي، يبقى كان الفساد الحكومي ده دائما يرتبط بفساد القطاع الخاص. يعني ما تقدريش تقولي ان في فساد حكومي غير مرتبط بفساد القطاع الخاص. القطاع الخاص مستفيد من فساد الحكومه، والحكومه مستفيده ايضا من فساد المجتمع، كلهم يفسد الاخر. هي دايرة مغلقة. دائره مغلقه. الفساد ايضا في المجتمع المدني ايضا فساد موجود. فهنا انا ما عنديش آلية تحكم عملية حرية تداول المعلومات أو الشفافية. لغاية دلوقتي أنا محتاج قانون لمجتمع مدني مستقل يستطيع أن يمارس دوره في الرقابة المجتمعية. محتاج، يعني هقول لحضرتك على حاجة زي ما أنت بتتكلمي دلوقتي، احنا خلينا نتكلم على السلع. مفروض أي بيانات، شوف حرية تداول المعلومات بتضمن البيانات اللي هي متعلقة مثلا اللي ممكن تكون بضرر بالأمن القومي فتحجب. في معلومات حرية تداول المعلومات على السلع الاستهلاكية. حريه دي لا يجوز حجبها باي حال من الاحوال. اي سلعه في الدنيا نازله في السوق ما يجوزش الحكومه تقول لا انا مش هدي عليها اي بيانات، او المصنع او المنتج يقول انا مش هدي عليه. لازم يطلع ده قانون. شيء في السوق. ده شيء في السوق. لازم يطلع في قانون حريه تداول المعلومات، سواء المعلومات الاستهلاكيه والمعلومات البيئيه لا يجوز فرض عليها اي قيود. فالمعلومات الاستهلاكيه الخاصه بالسلع، وخدي بالك ان في احنا عندنا مثلا اكتشفوا اطنان من اللحوم في محلات شهيره طلع انها لحوم فاسده ولحوم مستورده واتباع عليها لحوم بلدي. ما زالت المحلات دي لسه مفتوحه. ماشي، ما زالت المحلات يعني وغيرها. ما هو الفساد مش متعلق بالاغذيه. يعني حضرتك ظاهره البائع الجائلين اللي موجودين على الارصفه مرتبطه باقتصاديات متعلقه، لانهم بيعرضوا سلع غذائيه فاسده، بيعرضوا الملابس نفسها. يعني الملابس ممكن تكون مصنعه او مستعمله، وممكن الملابس تكون ضاره بالصحه اللي هي موجوده. دي معلومات ايضا عن السلع دي سلع استهلاكيه موجوده، انت سايباها ماشيه وبتتباع، واصبح اللي بيبيعها اللي بيبيع الفساد على الرصيف اصبح ضحيه يعني موجود. فده نوع من انواع الفساد اللي موجود قدام حضرتك عن السلع الاستهلاكيه. انت النهارده عايزه تروجي السلع الاستهلاكيه، ما انا ممكن اطرح لك سلع استهلاكيه باسعار رخيصه جدا بس سلع فاسده. فلازم يبقى في عندي هنا رقابه مجتمعيه عن طريق حريه تداول المعلومات عن السلع الاستهلاكيه. المشكله ان هم حاولوا يشوهوا صوره المجتمع المدني انه هو ذو اجندات وذو تمويل خارجي، وان التمويل الخارجي لا يستتبع بشكل اساسي الامن القومي المصري بل يستتبع شيء اخر. وابتدى كمان يمحور دور المجتمع المدني في قضايا الديمقراطيه وقضايا التعذيب وقضايا الكلام ده كله، وابتدى يفرغوا من مضمونه الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، علما ان احنا عارفين ان في منظمات قائمه اساسا على مراقبه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. فالنظره دي هل هي كانت هي السبب الانعكاس اللي احنا شايفينه تشويه صوره المجتمع المدني؟ اقول لحضرتك على حاجه، يعني زي ما في فساد في الحكومه، في فساد القطاع الخاص، في فساد في المجتمع المدني. يعني مش هنقدر نقول ان كل اللي يحكم بيننا احنا الثلاثه ان في اتفاقيه مكافحه الفساد بتقول ان في شفافيه لازم تجمع القطاعات الثلاثه ويخضعوا لمعايير واحده في الشفافيه. يعني انا خدت تمويل لان النهارده المجتمع المصري
المجتمع المصري موجود ما عندوش ثقافه التبرع لمنظمات حقوق الانسان، على عكس المجتمعات الغربيه او المجتمعات الامريكيه ما عنديش ثقافه ان انا اتبرع. فانا اجيب ولا منين؟ التطوع كمان. او يعني التطوع ده مين هو؟ يعني ما تاخذنيش، يعني الناس مش هتاكل يعني. يعني الفالنتير ده دلوقتي بقى عنصر ناقص. الفالنتير كمان عندنا في مصر هنا يعني مظلوم. يعني انا لما اروح اشتغل فالنتير في منظمه دوليه بيحسب لي عدد الساعات وبيقيم عدد الساعات دي ثمنها كام وبيحطها في ميزانيته. يعني عدد الساعات تتحول الى قيمه ماليه وبتتحط في الميزانيه، بيعتبرها نوع من انواع التمويل. يعني نوع من انواع التمويل. لكن خلينا نتكلم، يمكن انا في 2003 خضنا تجربه حوالين ان احنا ننشئ صندوق عربي لتمويل منظمات حقوق الانسان كبديل، نعمل وديعه وقفيه. الوديعه الوقفيه دي نشوف احتياجات المنطقه العربيه بتستهلك تمويل اجنبي قد ايه، ونسعى نعمل الوديعه دي بحيث ان الصندوق التمويلي العربي هو اللي يمول منظمات حقوق الانسان وفقا لاحتياجاتها ووفقا لاجندتها، ونستغنى عن التمويل الاجنبي. فوجدنا ان نظام الوقف هنا نظام ديني بتسيطر عليه وزاره الاوقاف. ايضا بالنسبه للكنائس ايضا نظام ديني تسيطر عليه الكنائس. يعني ما هوش النظام المدني اللي موجود في الدول الغربيه والدول الاوروبيه. في تجربه اكفند مثلا في السعوديه ودول الخليج. لا مش وقفيه ما هو قصدي يعني تخلفت، يعني اختلفت عن الوقفيه. لا اكفند والمجموعه دي كلها دي اكفند شبكه حكومات. يعني خلينا نتكلم بس نقول لك الامارات والكويت والسعوديه والمجموعه دي مجموعه، لان احنا درسنا كل المشروعات اللي موجوده في المنطقه العربيه اللي بتعمل على النمط ده، وقلنا نحاول حتى يعني نعمل الوديعه دي في شكل شركه. فلقينا ده مستحيل، مفيش حاجه اسمها حتى في نظام البنوك ما يسمى الوديعه الوقفيه. رغم انا مثلا مدينه زويل دي انا بشفق عليها، لان هو واضع لها مثلا مجلس امناء على نفس نظام مجلس الامناء اللي موجود في امريكا. يعني هناك تنشئ الوديعه الوقفيه كنظام، وينشئ مجلس امناء للرقابه عليها تمول، زي فورد فاونديشن مثلا اللي هي موجوده. ده مش موجود عندنا. يعني هو مش موجود، لانك لو قلت 57 كنت تنشئ ليها وديعه وقفيه. انت بتقول كفاله، يعني بيسموها كفاله، رغم ان الوقف ده نظام ديني اسلامي مدني. طب احنا هنا قدام سياسه ولا قانون؟ ديني. يعني هنا الاشكاليه ثقافه ولا قانون؟ لا، ثقافه وقانون. يعني الثقافه اللي موجوده الموروثه، يعني السيطره على نظام الوقف اللي موجود ده، دي سيطره عثمانيه. ما كانش معروف ابدا النظام الديني في نظام الوقف في الودائع هنا عندنا هنا، وده جزء كبير جدا. الناس ما بقتش توقف دلوقتي. فحاجه اتحجبت عن الوقف بسبب سيطره الحكومات على الودائع الوقفيه. يعني على الودائع الوقفيه، انا عايز اعمل وديعه وقفيه اخصصها لصالح مشروع. يعني مستشفى الدمرداش اللي جنبك كانت وديعه وقفيه وقت ما كان النظام نظام مدني. لكن العثمانيين قال لك ايه؟ قال لك الناس بتوقف عشان تهرب ما تدفعليش ضرائب، امم فتم تمويل. لكن ما علينا، هنا ده جزء مهم جدا. بقول لك اشكاليه التمويل. انا بلجأ النهارده لعمليه التمويل لان مفيش تمويل محلي. مفيش تمويل محلي. انا بقول انا عندي المشروعات اللي موجوده دي بقدمها بعدد من مؤسسات التمويل. مؤسسات التمويل وفقا لاجهزه بتقول لي انا امولك ولا ما امولكش. هنا في حاجه تانية. هنا احنا اوريدي في ازمه اقتصاديه، ما هي بتاثر على المجتمع المدني زي ما بتاثر على ده. لا، ما هقول لحضرتك على حاجه. انا بتاثر امتى؟ بتاثر على المجتمع في ازمه اقتصاديه. دي مش مرتبطه بالازمه الاقتصاديه، بالعكس. في ناس زي الاردن مثلا دلوقتي المجتمع المدني هناك اصبح اكثر انطلاقا واصبح اكثر انفتاحا. كل المشروعات اللي موجوده، المشروعات الاقليميه للمنظمات الدوليه فتحت دلوقتي بسهوله، رغم انها كانت بتسعى. واصبح ليها مكاتب وشركاء في القاهره. وكنا بنسعى في الاول خالص كل المكاتب الاقليميه للمنظمات الدوليه اللي موجوده دي كانت جايه هنا تفتح مكاتب اقليميه، وواجهت عقبات وعثرات شديده جدا. يعني حتى المفوضيه الساميه للامم المتحده حاولنا نفتح لها مقر هنا ومكتب، في حاله تعنت شديده. كله راح فتح في الاردن. اصبح المجتمع الاردني في حاجه اسمها حتى سياحه المؤتمرات. عارف سياحه المؤتمرات دي ليها بتدخل الاقتصاد القومي قد ايه؟ يعني انا لما اعمل مؤتمر النهارده اجيب فيه 300 واحد، ويفضل النهارده الفنادق ونسبه الاشغالات والكلام اللي موجود ده، كل ده نوع من انواع دعم الاقتصاد القومي اللي كان موجود. في عدد كبير جدا من المشروعات اللي المفروض المشروعات التنمويه اللي ممكن بتبقى داخله. يعني مثلا الاتحاد الاوروبي دلوقتي ما بيمولش الا مشروعات تنمويه. يعني عندك مشروعات تنمويه هيديك مشروعات تنمويه. في منظمات اخرى في دول اخرى بتمول دراسات بحثيه
موجوده، في ناس تانية بتمول تدريب. خلينا ناخد في مع شباب. حضرتك كده يعني نرجع للأسباب. لما حضرتك تكون معايا وخبير حقوقي وشخصية معروفة في هذا المجال من سنين، وعلى المجال الدولي كمان مش مصر بس، لأن كمان الوضع المصري يستدعي وجود المجتمع المدني وبقوة. كل أطراف اللي ممكن تساعد لازم تبقى موجودة. حضرتك شايف المحاربة اللي بيتحاربها المجتمع المدني ده دلوقتي، هل هي لأن احنا في أجواء سياسية متوجسة متربصه الى حد ما، ده مخلينا، وازاي نقضي على التوجس ده؟ يعني احنا خدنا 3 سنين باختراق من كل الجهات في حاله مخليه الحكومه، خلينا نقول نلتمس لها العذر، لكن احنا كمان عايزين نساعدها ان احنا نتخطى النقطه دي. وجود حضرتك معانا النهارده اعتقد هقول يخلينا لحضرتك على ناخد حاجه ده. واحده. هو بالنسبه للتوجس، انا ما اعرفش حد يعني ما اعرفش حد، لا كنت عضو في الدبلوماسيه الشعبيه ولا سافرت جنيف كذا والكلام. وبعدين في نفس الوقت انا يعني انت بتحاولي تحاوري الناس بوجهات نظر حسب قناعاتك وحسب اللي انت شايفاه، وتدلي بشهاداتك في المجتمع اللي بتاع. الى ان يعني في الفتره الاخيره فوجئت الخارجيه المصريه ان انا طرف في الحكايه. ايه الحكايه انت؟ فقلت لهم يعني مش شرط لازم اكون انا على صله بيكوا وبنسق معاكم عشان خاطر ابقى في وجهه نظر او في قناعات ان انا احسن الصوره. انا بقول الصوره الحقيقيه اللي كانت موجوده. فده نوع من انواع ان هو ممكن يكون متوجس من عبد الله وما يعرفش ان عبد الله يعني هي انا بحث في النوايا وتخوف في النوايا. وده سمه الانظمه الوقائيه. الانظمه الوقائيه يقول لك اصل ممكن يعمل، تاخد بال حضرتك، غير النظم الليبراليه اللي هي بتؤمن بحريات الشعوب، لو ارتكبت فعل هعاقبك عليه. لكن هنا بقى يقول لك اصل ممكن الفعل بتاعك ده اصلا انا لما عملت ده كده يبقى قصدي كذا. يعني كلمه اصل ممكن دي لازم تخلص النهارده من فكر المجتمع الوضع السياسي وجهه نظر السياسيين. يعني حتى لما بيجي يعمل تشريعات تبص تلاقيه عنده حاله فزع امني، فزع ماشي، حصر ده وحصر ده وحصر ده وحصر. احنا كنا عايشين فيه، ما هو ده بسبب انه يعني وتيجي تقولي له زي قانون تظاهر، تيجي بتعدي عليهم وتبقى معروفه بتعدي يعني. لا هو مش عايز كده. هقول لحضرتك على حاجه، هو مش عايز كده. يعني في احدى المرات كانت نشا قالت لي روح عايزين نعمل عمليه تطوير وهيكله للجنه حقوق الانسان في مجلس الشعب. واحدى رؤساء مجلس الشعب بس الله يرحمه دلوقتي لما دخلنا نعمل الهيكله في وسط الموضوع ده فقال لك احنا عايزين نسيطر على التمويل. ازاي هنسيطر على التمويل؟ لازم نسيطر على التمويل، احنا ناخد التمويل واحنا اللي نوزعه. ما ينفعش، يعني ما ينفعش انت حكايه هي مساله ايه؟ ان انا عايز التمويل ده، انا عايز الفلوس دي. بس هنا كان في اشكاليه حصلت، انه كان التمويل احيانا بيدخل زي ما كان زي المجلس القومي للمراه، وبيبقى محسوب ان هو جهه تتبع مجلس الوزراء، وكان التمويل بيصب فيها وهي اللي بتقوم بالتوزيع. ما هو ممكن تكون السيطره جايه من هنا. ما هو ده هم احدى الافكار اللي كانت مطروحه، ان يروح المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي يوزع الناس. ما ينفعش ان يروح المجلس القومي للمراه والمجلس القومي يوزع على المنظمات النسائيه. لا، دي مؤسسات دوله، دي معروف انها دي. اولا المجلس القومي للمراه ده منشأ بقرار جمهوري، يبقى مؤسسه حكوميه. المجلس القومي لحقوق الانسان مؤسسه الدوله لانه منشأ بقانون. دي مؤسسه الدوله، ما ينفعش تبقى مظله امبريل لحمايه. كانت في فتره من الفترات امبريلا. لا ماشي، ايوه لكن ما ينفعش ان هي تعمل عمليه اعاده تتأمم التمويل، لان في النهايه دي محكومه بسياسات، ومجلس الشارع محكوم بسياسات. ممكن سياسات مفروضه لان اللي بيشكل المجلس ممكن يبقى مجلس الشورى، ومجلس الشورى ده ممكن يبقى فيه اغلبيه حاكمه، والاغلبيه الحاكمه ممكن تاثر على تشكيله، فبالتالي ممكن تاثر على سياساته. انما التوجه اللي كان موجود انك انت بتطلق المجتمع المدني ده له اعماق ما يوصلهاش المجلس القومي لحقوق الانسان في اسوان وفي مطروح وفي السلوم في العريش، وهو اللي يقدر يكيف احتياجاته. كل ما هنالك ان مطلوب فقط لا غير انك تخضع المجتمع المدني هنا لقواعد الشفافيه، ما حدش عنده اعتراض. اللي ياخد فلوس يقول انا خدت فلوس وصرفتها في ايه؟ التصرف تحت اطار قانوني، اتفاقيات ممضيه من الجميع. يعني ما يجيش يقول لي ايه الفلوس دي انت واخدها، لا ده انت ممكن تعمل بيها كذا. ما ينفعش. انت فلوس داخل معروفه انها داخله في حسابات بنكيه، اللي يعمل حسابات موازيه بقى في ناس بتعمل حسابات موازيه. ده اللي كنت لسه اقول لحضرتك، كان في مبادره في فتره من الفترات لانه الناس تنشر ميزانياتها على المواقع الالكترونيه بتاعتها. مش مواقع الكترونيه، لو انت راجل عادي ومتوجه سخيفه من احدى المنظمات اللي موجوده، وبدل ما تطلع بقى في الصندوق الاسود والصندوق الابيض ونعمل ونفتح والكلام اللي بيتعمل ده، خلاص
من حقك انك تقول تعالى يا عم انت تاخد فلوس حاسبني. تعالى، يبقى ده من حقك، من حقك كراجل اعلامي، بدل ما تفتح الصندوق الاسود وتفتح الصندوق الاحمر. بمناسبة الصندوق الأسود ده أيوة. كده كويس جدا. الشارع، الراجل العادي اللي في الشارع ما بيشوفش غير الولاد المعينين راحوا المنظمة الفلانية واتدربوا بره، هم دول اللي خربوا البلد. ودايما كده بديله صورة ذهنية ان المنظمات دي دايما عميل ودايما جاي من بره. دي برضو كمان يمكن خلاف الحكومة المتوجسة. انا كمان جعلت من الإعلام بيطرح صوره وبيطرح صوره كمان للمواطن العادي انه عندما يرى رجل من منظمه ما او الكلام عن منظمه ما، انا كده شايف ان دول اللي اخذوا الولاد ضربوهم بره، دول اللي خربوا البلد ال3 سنين اللي فاتوا. شايف ده برضو يتصلح ازاي؟ انا محتاجه المواطن العادي، لان انا بص انا على ثقه دلوقتي ان كلنا لازم نبقى مع بعض، ايدينا في ايدين بعض علشان البلد دي تكمل. ده كلام محترم جدا اللي حضرتك بتقوليه، واللي لازم نفهمه. يعني انا راجل اشتغلت على التدريب في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات في كل المنطقه العربيه. بقول للراجل اللي بيرصد، انت راجل بترصد طبقا لمنهجيه متعلقه بحقوق الانسان. يعني لما تيجي ترصد تعذيب تبقى عارف ان اتفاقيه مناهضه التعذيب بتقول ايه، وترصد على اساسها وتجمع المعلومات على اساسها. وده دورك، انت مش دورك كراجل شرطه، ولا دورك انك تقوم بدور عضو النيابه وتوجه اتهامات وتوجه التحقيق. يعني ده مفهوم اللي احنا بنقوله. وابعد، اول محظور انا من ضمن المحظورات اللي بقولها له، وابعد عن البيانات الصحفيه، لان البيانات الصحفيه والبرامج التلفزيونيه بتكون معالجه بطريقه او باخرى. يعني الصحافه بيبقى فيه راجل بتاع ديسك ممكن يلعب فيها، البيانات الاعلاميه ممكن يكون في سياسه معينه في نفس الوقت لما اجي بدرب الصحفي موجود بقول له يعني برضه ما تبقاش راجل مباحث. يعني عندك ادواتك لمعرفه الحقيقه وانت بتنشر الحقيقه، وازاي تتكلم، لان يعني عفوا كل ما يتم دلوقتي مثلا يدخل في اطار التجريم، مش التجريم على القانون المصري، لا ده من ضمن جرائم التشهير العالميه. يعني ابعد بعيد عن جرائم التشهير. لما توجه اتهام لحد، يعني لما تقول لواحد انت عميل، دي جريمه خيانه، يعني دي من جرائم التشهير. لما تقول لواحد مثلا انت خاين، انت مرتشي، انت حرامي، طيب في نفس الوقت دي مش دي اتهامات لا توجهها الى سلطات التحقيق، لا يوجهها اعلامي. لكن لما يقول النهارده واحد مجرد السلوك، يعني بعض الحين يقول لي اصل سلوكه ده، يعني ممكن ما يعملهاش ضابط المباحث، سلوكه ده يبقى كذا. اعرف دائما ان في، والراجل العادي لازم يعرف ده، ان الراجل العادي يعرف ان في سلطات بحث وتقصي بتتحرك، وبرضه تحرياتها ما هي الحقيقه كامله، لانها قول مرسل ما بتعبرش الا عن اللي كاتبه. وفي سلطات بتوجه اتهام اذا توافرت ادله على مشكوك فيها، يعني كده حتى ادله على انها توجه اتهام، وفي قضاء هو اللي بيحاكم. لازم نفهم الادوار دي. لكن للاسف الشديد جدا انا بشوف اعلاميين بيلعب دور اعلامي، وضابط المباحث ووكيل النيابه والقاضي خلاص، وبيصدر حكمه وبيطلب من الناس ان هي توظف، لدرجه انا يعني بستغربها جدا، ان هو في النهايه بيتدخل في قضايا، يعني بيجيش الناس وبيهيئها ان هي على حكم معين في قضيه معينه. وطبعا بطبيعه الحال لا عمره قرا ملف القضيه، ولا يعرف ايه الادله اللي موجوده اللي مطروحه امام القاضي اللي هيحكم على اساسها، لان القاضي بيحكم بادله موجوده قدامه، ما بياخدش كلام فلان من التلفزيون ولا حتى الفيديو بتاعه اللي هو بينشره عشان يحكم بيه، لا بيحكم على الادله اللي قدامه. كان في برنامج عامله البرنامج الالماني المتحد، ما اعرفش حضرتك توافقني فيه ولا لا، اللي هي الكتابه الخاليه من التجريم والتشهير. يعني ده كان ناجح جدا في وقت من الاوقات، كان قادر يخلي الاعلاميين والصحفيين انهم يلتزموا زي مدونه سلوك. فهل احنا محتاجين لحاجه زي كده؟ طبعا التوصيات اللي بتتكلم فيها ألفت اسف، كان برنامج ناجح. هو احنا دلوقتي بقينا اصلا في هو اولا هو حضرتك حضرتك بالنسبه للبرنامج اللي حضرتك بتتكلم عليه، البرنامج المالي اللي كان عامله بناء او دعم القدرات، هو ده كان جزء من تصميم لدورات تدريبيه انا كنت عملتها. بالفعل احنا كصحفيين استفدنا بيها. يعني في مؤسسه معينه هي اللي تولي تدريبه، وكان ابني ايضا عضو في عمليه التدريب. هل ممكن الدوله، انا مش هقطع كلام حضرتك، بس هل ممكن الدوله عشان تدي مصداقيه اكتر للتدريب ده وكمان اهميه اكتر، هل ممكن تدعم مع حضراتكم تكون شريك في التدريب زي كده؟ والله هو المفروض الدوله، بص هقول لحضرتك، اي حاجه محتاجه اراده سياسيه. لو ما فيش اراده سياسيه موجوده عشان تحقق حاجه مش هتتحقق. يعني مهما كانت الامكانيات والموارد المتوقفه قدامك، يعني الدوله
عشان احنا قعدنا نصرخ في التحرش، نصرخ في التحرش. يعني انا افتكر ان يعني في ايام التحرش بتاع التحرير كانوا يقولوا لا 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 انتوا عايز تشوهوا ثوره 25 لحد يناير. الصفعه بتاعت شفت الفيديو. الواقع لغايه الصفحه بتاعت الفيديو، لغايه لما الرئيس السيسي راح زار الضحيه في المستشفى، وبدات الصحافه بقت في اراده سياسيه موجوده بتتحرك ضد التحرش. لكن التحرش ده هل ما كانش موجود من الاول؟ كان موجود، وعلى انماط واشكال وحاجات موثقه اسوأ من اللي حصلت في نفس اليوم، ولكنها كانت بادره. لكن لما توفرت الاراده السياسيه بقى فيه مواجهه. فاي شيء هيتم من غير ما يبقى فيه اراده سياسيه معلنه مهما كانت الامكانيات ومهما كان الامر الاخر. وبرضه يعني تعذروني اذا كان حد فيكم صحفي، يعني نقابه الصحفيين، يعني النقابات المهنيه بالنسبه لنقابه الصحفيين انا في اعتقادي يعني هي بتلعب دور سياسي اكتر من تلعب دور مهني. يعني مطلوب انها تلعب دور سياسي، ولكن الدور المهني غائب تماما. والدور المهني ده هو متعلق بالكلام اللي احنا بنتكلمه حوالين برامج التدريب والتاهيل الكافي اللي بالنسبه للصحفيين، سواء بالنسبه للمؤسسات وايضا المؤسسات القوميه، لان عندها موازنات ضخمه. لازم يبقى في جزء من موازنات المؤسسات دي لازم يبقى مخصص للتدريب داخلي. لان انجح تدريب بيتم على راس العمل. يعني وانت جوه المؤسسه موجوده، انا بدربك لانك بدربك على الحياه اليوميه اللي انت بتعيشيها وعلى المواجهات وعلى الكلام ده. ده افضل تدريب، افضل من الانتقال لقاعات التدريب، لان انتقال لقاعات التدريب بيبعدك بعيد عن بيئه العمل، وفي نفس الوقت ما يبقاش له مصداقيه اكتر من الكلام. يعني هقول لحضرتك على حاجه. يمكن انت بتتكلم على اللي هو كتابه خاليه من التجريم. احنا كنا بندرب على حاجه ثانيه، ازاي النهارده الصحفي يتعامل في مواقف اللي هي متعلقه في حالات الخطره والحالات الصعبه. يعني لما يكون في مظاهرات سلميه، يقف فين ويواجهها فين وما يشتبكش فين وايه مكانه وما يبقاش طرف في المظاهره، كمان وصلاحياته التصوير، وايضا بالنسبه لاستخدام التقنيات، لانه لما يبقى موجود في الحته الفنيه يقدر يستخدم التقنيه افضل. في نفس الوقت ازاي الصحفي كمان يتجنب حالات الخطر، يعني ازاي يقدر يحدد منافذ يقدر يهرب منها ويقدر وهي الادوات اللي بتبقى معاه كمان جزء من عمليه التدريب الصحفي. عشان كده انا لما سقط عدد كبير جدا من الصحفيين، يمكن احنا دربنا جيل هنا في مصر، يمكن انا كان معظم تدريباتي بره، لكن في جيل اتدرب ما حدش فيهم راح لمحكمه، ولا حد فيهم الحمد لله رب العالمين وربنا يحميهم، ولا حد فيهم مصاب. ولما كنت بشوفهم مظاهره بشوفهم واقفين بعيد، يقولوا مش انتوا اللي قلت لنا كده، يعني واقفين في مكان بعيد موجود قدامه. ففي جزء من ضحايا الصحفيين هي نقص تأهيل. احنا لازم نبقى قدام كارثه، نقص تأهيل ونقص تدريب. طب انا عايز احل اتفضلي. انا كنت عايز في نفس الموضوع. بس انا عاجبني جدا الكلام في حقوق الانسان، فهاخد حاجه اخيره وهرجع لكلام حسام. بما ان حضرتك معايا فدعني استغل الفرصه كامله. طبعا بنشوف دايما برضو في الشارع الفتره اللي فاتت، ومن الاعلام ومن الشارع دايما نجد حقوق الانسان مضطهد، دايما مش هنقول مضطهد، لا، دايما يرى العيوب عند الشرطه في انتهاك لحقوق الانسان، في انتهاك لحقوق الانسان في الواقع كذا وكذا، ونيجي عند انتهاك لحقوق الشرطه او بعض الحاجات ده دايما بنشوفه يقول لك ما حدش فتح بقه، ما حدش اتكلم من حقوق الانسان، و10 ضحايا النهارده ما حدش اتكلم. هل ده بالفعل بيحصل ولا دي حاله تربص ايضا من في حاله تربص موجوده؟ بس هقول لحضرتك على حاجه. يعني الاعلام هنا انا حابه الجلسه تبقى جلسه مصالحه، انا جلسه مصالحه. هقول لحضرتك مصر الحلوه. لا يعني هو في حاجه هنا. انا مش يعني منظمات حقوق الانسان مش المسؤوله عن ده، الميديا هي المسؤوله عن ده. يعني انا لما بيحصل حدث يعني حدث من الشرطه، الميديا بتنشره بشكل اوسع، لكن في نفس الوقت ما حدش من منظمات حقوق الانسان دعم او ايد اي فعل ارهابي تم. بالعكس، صدرت بيانات الادانه بالنسبه لكل الافعال الارهابيه اللي موجوده في مصر، لكن الميديا ما بتعممهاش بقدر ما اتعممت بعض الاحداث اللي بتتم. طب يعني هضرب لحضرتك مثال قريب قوي. هو اللي بيفرق بقى هنا. انا هضرب لك مثال قريب. يعني احنا قعدنا الموضوع الاغتصاب بالنسبه للسجون وعمليه البيانات الاغتصاب، وانا طبعا شفت ملف كامل متقدم طبعا بشكل سياسي جدا، متقدم في جنيف من مجموعه الاخوان المسلمين، ائتلاف جديد كده، مجموعه الاخوان المسلمين، وكان في بعض الفيديوهات في المحاكمه وقالوا انه لا يعني جات النهارده. فطبعا انا ما عنديش سلطه التقصي ولا تحقق ان اخش السجون واحقق الكلام ده، واللي موجود من حقه يطلب ده المجلس القومي للحقوق الانسان، المجلس القومي للمراه،
اي مؤسسه من المؤسسات الوطنيه. فانا قلت لهم يعني ان تقصي الحقائق في رمضان ما يبطلش الصيام، بيقوي الايمان، عايزين نعرف الحقائق دي وتنشره. وراحوا زاروا بالفعل. فعلا راحوا زاروا، وطلع التقرير اللي كان موجود فيه بعض الملاحظات لكن ما وصلتش لحد الاغتصاب. الحجم نشر هذا التقرير باجزائه، يعني كل واحد بياخده من الزاويه اللي هو عايزها. زاويه قوي يقول لك اصل يعني مثلا في يعني بنات او سجنات تم تفتيشها بعد ما قلعوا، تم تفتيشها بمعرفه مين؟ ما معرفه حارسه ولا معرفه كذا. ما تفتيش المراه من الانثى لا يكون الا بانثى، الا بمعرفه انثى. لو خالفت القاعده دي، التزموا بالقانون ام لم يلتزموا بالقانون؟ خالفت القاعده دي يبقى في الحاله دي حصلت انتهاك. لكن كل واحد خد من التقرير، وده بيحصل. الجزء اللي تم اتنشر على مساحه قد ايه؟ على مساحه كام يوم؟ على مساحه كام يوم؟ هو ده الحدث اللي موجود. الميديا هي اللي بتبين وبتخفي. يعني انا عملت بيان ادنت فيه الفعل الارهابي بقتل ضباط الشرطه 12 مره، خلصنا. لكن الفعل بقى اللي ضد الشرطه بيتنشر 10 مرات. طب انا مش مسؤول، يعني دي حاله لان انا عملت التقرير صدرته مره واحده، ادانه صدرته مره واحده، لكن المعالجه الاعلاميه هي اللي بتعمل الحجم او الصدى اللي موجود ده، وبتخليه ما بيشوفش انا عملت ايه صح او عملت ايه حسن خالص. او نتائج زياره السجون، النتيجه النهائيه انه بالفعل انا قريت النتيجه مره واحده، انه ما قالش ان في اغتصاب. انت قريتيها مره واحده، لكن لا، لو حضرتك شفتي الميديا اتوزعت قد ايه، يعني كذا الاخوان يعني استنكروا، والصوفيه ايدوا، وحزب النور قال كذا، ومش عارف. وزير طلع لكن النتيجه في النهايه وبعدين اخذوا البومت بتاع الوزير انها يعني لكن في النهايه هقول لحضرتك على حاجه، بس يعني دي مهمه جدا ان احنا نقولها. انا حابه بس تبقى مصالحه، هو ليس السكوت يعني لا، انا مش بتكلم على السكوت في بعض احيان. يعني النهارده حصل حدث، الصمت بيؤدي الى صدى سيء جدا وسلبي جدا. يعني انت وصل لك حاجه، انت سهل جدا انك ترد عليه، سهل جدا انك ترد على الواقع، انك مجرد انك تحققها بآلية محدده. ليه بتسكت لغايه لما الدنيا كلها والعالم كله والميديا كله يقول عليك انك انت عملت كذا، وجرائم بشعه؟ يعني ما حدش يحتمل انه يسكت عليها. انت ليه سكت لغايه احنا لما ابتدينا نتحرك ونحرك؟ او الناس دي ليه سكت لغايه الناس ما زقتها وراحت وظهرت؟ ايا ما كان بقى ملاحظات سلبيه دخلنا في جدل، لكن في النهايه في واقعه منفيه اللي هي واقعه الاغتصاب، وواقعه يعني واقعه لما يجي النهارده حصل عليها الترويج، اللي حصل بيجي واقعه تعذيب. خلينا نتكلم بس عن واقعه تعذيب. حصلت واقعه تعذيب، وده واقع طبعا. يعني التعذيب ده لازم تعرفي ان الفساد بيتغذى على انتهاكات حقوق الانسان. يعني الفساد بيكبر قوي لان الفساد ده نوع من انواع التمييز. الراجل اللي معاه محامي وعنده قدره ان هو يدفع بدولاب قانوني يحمي الشخص المقبوض عليه مش هيتعذب. انما مين اللي بيتعذب؟ الفقير اللي ما عندوش دولاب. فده بصي نوع من انواع التمييز. التمييز ده هو القاعده اللي بتستند عليها كل حقوق الانسان، مبدا المساواه. فعشان كده بنقول ان ده نوع من انواع الفساد، انك بتعذب الفقير وما تعذبش الغني. يعني اللي بيقدر يكون معاه محامي كذا. فده عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنهاجم التعذيب. عشان كده انت راجل بتقول النهارده ده في تعذيب، بتسكت ليه؟ تقارير طب شرعي موجوده، ما بتنشرهاش ليه؟ يا سيدتي الفاضله، انا رحت وانا بقيم تجربه العداله الانتقاليه في تونس، لجنه تقصي الحقائق عن احداث 14 يناير، ثوره 14 يناير، مؤلف 1400 صفحه في كل الشهادات اللي موجوده، كل تقارير الطب الشرعي اللي صدرت. سمح لهذه اللجنه بدخول السجون وسؤال ضباط السجون. دلوقتي لجنه تقصي الحقائق بتاعت الثوره بتطالب بمزيد من الصلاحيات، ورجبته معايا قد كده وسلمته للمجلس القومي لحقوق الانسان وسلمته لوزاره العداله الانتقاليه، وقلت لهم ادي التجربه، معرفه الناس الحقائق بتهديها. والنهارده اللي موجود، تعالى يقول لي حضرتك بقى انت لغايه دلوقتي عملتي يعني لما جيت انا ببحث هنا لقيت اللي هو الفريق احمد شفيق عمل ايه في رئيس الوزراء؟ ما عملش لجنه تقصي حقائق على ثوره 25 يناير. قال لك الانتفاضه الشبابيه ال 25 يناير، وتدليس ان هذا القرار لم ينشر الا بعد سنه عشان الناس بتقول دي لجنه تقصي حقائق عن ازواج الثوره. يعني كان في تدليس وبياناتها سريه. طب بتاعت مرسي سريه، الثالثه لسه ما خلصتش. بتطالب بصلاحيات، يعني اللجنه الثالثه بتطالب. يعني انا مش عارف انت حضرتك بتتكلمي على مفيش مرحله انتقاليه هتمر من غير الناس وهتهدى من غير الناس ما تعرف الحقيقه.
اللي هي موجوده. ده اللي حصل يمكن في ثورة 30 يونيو لما اتكشفت بعض وحاجات كتير من 25 يناير، ابتدت الامور تبقى اكثر هدوءا، وابتدت الناس تبقى اكثر وعيا وادراكا لما يحدث في الشارع. بعد ما كانت كل المنظمات عميلة وجاسوسة، لا ابتدينا نفهم ان الدنيا مش كده، وابتدينا ناخد خط تاني. لا، ما هو احنا بص اقول لحضرتك على حاجه. واحد بيشتم بتوع 25 يناير، سؤال 25 يناير. طب ما الرئيس السيسي عمل تحديد الحد الاقصى للاجور. هو الحد الاقصى للاجور ده بتاع اسفين يا ريس ولا بتاع ثوره 25 يناير؟ اللي هو الضريبه، اللي هي الضريبه قيمه مضافه على الاغنياء. 5%. دي كانت مطالب ثوره 25 العداله ولا الاجتماعيه. اسفين يا ريس؟ العداله الاجتماعيه. هو الكلام نظم كمل يعني بعض. انا بقى وبعدين لما اجي ايد يعني في حاجه غريبه جدا بتحصل. اجي ايد قرار السيسي اقول له بتاع شفتوا تحديد العدد الاقصى يا نحنحين يا مش عارف ايه يا بتوع 5. طب ما ده مطالب 25 يناير يعني انت بتقول الراجل عمل لهم وبتشتمهم هم. يعني في مطالب كده الاستعداء بلا مبرر، بلا مبرر على الاطلاق، لاستعداء قوة ضد نظام سياسي. يعني في ناس، ما انت عارف حضرتك احنا في وضع البلد دلوقتي. حضرتك من حقك انك تعرضي وعرضتي بشكل جيد جدا اللي موجود، لكن في ناس بقى لما تيجي تعرض الكلام اللي حضرتك قلت عليه لازم تشتم ناس تانية، مع ان دي مطالب الناس اللي انت بتشتمهم واللي قامت عليهم ثوره 25 يناير. بتشتمهم ليه؟ يعني سعيا للاستعداء. وللاسف، وانا بقول لك للاسف، هؤلاء هم دول بتوع رجال الاعمال اللي اجتمع معاهم رئيس السيسي. طيب معقولة؟ اعلام رجال الاعمال دول. لما هنتكلم عن كل اللي حضرتك قلته واللي في النهايه بيشكل لنا انه الدور الاساسي للمجتمع المدني ومنظماته، ولما نشوف تصريح من حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان لما بيقول ان المنظمات المدنيه ستغلق ابوابها ان لم تجد مصادر اخرى للتمويل، وقال ان عدد كبير جدا من المنظمات مهدد بالاغلاق خاصه بعد ثوره 30 يونيو، وقال ان المنظمات بتقوم باعمال تثقيفيه وابحاث، وان نقص التمويل سيؤثر بالضروره على عمل تلك المنظمات، لافتا الى ضروره بحث المنظمات على مصادر تمويل اخرى، والا سيواجه عدد كبير من المنظمات شبح الافلاس وستغلق ابوابها. عايز اربط ده باللي حضرتك قلته، دور المجتمع المدني من ناحيه والصندوق الوطني من ناحيه، والاشكاليه اللي موجوده ما بين الاعلام. لا كمان الاشكاليه اللي موجوده ما بين الاعلام والمنظمات، اشكاليه السبوبه. يعني لا، ما هو بقى يقول لك نشطاء السبوبه. اشكاليه السبوبه. نشطاء السبوبه او نشطاء احنا معانا قداسه البابا على الشاشه دلوقتي. يمكن احنا كمان بنشارك حضراتكم في مصر حلوه، ان يكون شاركنا في مصر حلوه طول الوقت قداسه البابا في الاحتفاليه السنويه بالكشافه. احنا سعداء جدا بوجوده معانا على الهواء دلوقتي. واضح ان هو بيكرم من قبل جهة ما، وكمان بيستلم تقريبا من الكشافة من محافظ الإسكندرية، وبيقدم ليه شهادة تقدير. زي ما تعودنا دايما، هي دي مصر وده الترابط اللي احنا متعودين عليه. التجميعة دي من الشباب والمسؤولين والكنسيين شيء مشرف، وحقيقي احنا سعداء ان ده يتم من خلال كمان شاشتنا في مصر الحلوة، ويكون ضيفنا العزيز كمان مشاهد ومتابع لهذه الأحداث. اتفضل يا فندم. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. انا اسفه بس انا خدت لا 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 اطلاقا، انا سعيد جدا. بالعكس انا سعيد جدا. يعني نشطاء السبوبه. احنا بنتكلم عن نشطاء السبوبه وبوتيكات حقوق الانسان ويعني المصطلحات اللي بتستخدم في داخل ودايما كانت بتستخدم وكان بتروج يعني امنيا. يعني هقول لحضرتك على حاجه. يعني القاري تاريخ مصر كويس يبقى فاهم كويس قوي ان المفردات اللي بتستخدم دي مفردات كانت بتستخدم ضد الثوار سنه 1919، وكان بيطلقها الاستعمار البريطاني والامن السياسي. البوليس السياسي في مصر. البوليس السياسي في مصر كان بيقول مثير الشغب والخونه ومثير الفتن وكل الكلام ده. كانت البيانات اللي بتوجه حتى ضد ثوار جمهوريه زفته في 1919، فدي مش جديده، وضد طلبه الجامعه في الايام الحركات الطلابيه والحركات العماليه الشهيره. فالحركه الوطنيه في مصر يعني مش مفاجاه بالنسبه لها ان هي تسمع الكلام ده. واحنا مش مفاجاه بالنسبه لنا على فكره، او انا مش مفاجئ لان انا واحد من مؤسسي المنظمه المصريه لحقوق الانسان سنه 85، وكنت عضو مجلس امنائها لغايه سنه 98. فكنا بنستحمل ده كله. يعني الارهابيين كانوا يقولوا علينا علمانيين، وكانت الحكومه تقول علينا خونه لما نيجي الكلام ده، وان دول برضه فاكسات للخارج، وكل الكلام الحديد ده مش جديد علينا يعني خالص في وسط الموضوع. لكن الجديد بقى اللي هو موجود دلوقتي، هذا لا يمنع ان كان في بعض المنظمات مخترقه وتنفذ اجندات يعني انا مع حضرتك. شوفي اقول لحضرتك على حاجه. احنا بالظبط كده يعني زي ما احنا موجودين قدام تلفزيون. انا ضد المصادره والمنع. ليه؟ لان معايا ريموت كنترول. معايا ريموت كنترول ممكن احول على اي قناه مش عاجباني بارادتي. وهي ده المرحله اللي جايه، ده ان احنا نربي اراده الناس على حسن الاختيار.
حضرتك بالظبط كده زي ما يكون موجود قدامك عندك منظمه شايفه ان هي كذا ما تروحلهاش. ولازم النهارده تبقى عارفه ان بطبيعه الحال زي ما الحكومات هنا في مصر بتعمل منظمات مواليه ليها وبتامن منظمات، وفي منظمات مواليه للامن ومواليه للحكومه، مش عايزين يعني دي مساله معروفه لكل اللي بيشتغل في العمل الحقوقي في مصر. زي ما انت النهارده برضو الاجهزه اللي موجوده وبتحاول ان هي تنشئ مؤسسات وتحاول ان هي انت محتاج المنظمات المستقله. فانا النهارده مشرفي اقول لك يعني احنا في المنظمه المصريه لحقوق الانسان حطينا قواعد لقبول التمويل، يعني وما بدناش ناخد تمويل الا ابتداء من سنه 92، يعني من 85 92 ما كناش بناخد تمويل. وحطينا قواعد، وكانت من اهم قاعده موجوده كنا بنعملها نقول ايه؟ موقف المنظمه دي من القضيه الفلسطينيه. يعني عايز افهم هي بتدعم اسرائيل بدرجه قد ايه؟ بتدعم الانتهاكات اللي بترتكبها القوات الاسرائيليه يعني بشكل كامل. ليها انشطه وتمويل داخل المحيط دوله اسرائيل قد ايه؟ ما اخدش منها. يعني خلاص بقيت فاهم الكلام ده. وكانت المعونه الامريكيه في الوقت ده ما كانتش يعني متكالبه قوي على المجتمع المدني فيما يتعلق بالتمويل من خلال المؤسسات. لما دخلت المعونه الامريكيه بكل قوتها، هو لازم تعرفي ان الاتحاد الاوروبي عنده ضوابط في الشفافيه رهيبه، وميزانيات وحسابات ضوابط الشفافيه في الاتحاد الاوروبي ومواعيد رهيبه ومواعيد كمان. خلاص. ولازم نعترف ان ضوابط الشفافيه في المعونه الامريكيه معدومه، شبه معدومه. لان اللي حصل بقى في يعني ويا ريت النهارده جزء من يعني انت حضرتك شفتي عدد من المنظمات اللي هي موجوده اللي قدمت للمحاكمه. المنظمات دي بتشتغل في مصر، وايه سبب الازمه في مصر لازم نعرفها. يعني المجموعه دي كانت بتشتغل وقت المعونه اللي بتقدم لمصر، المعونه الجانب الاقتصادي بدات من سنه 2005 يتم انقاص من هذه المعونه وتوجيهها لمؤسسات المجتمع المدني. ده بعد مؤتمر اسكندريه؟ بعد مؤتمر اسكندريه. وده حصل بعديها الدكتوره فايزه بدات الدنيا تتقلب، لا ازاي تنقصوا من عندنا وتدوا المجتمع المدني. لما جم بقى عملوا حل تاني، كان في جزء بيوجه للمجتمع المدني المصري وجزء بقى بداوا هم زي نظام توظيف القرض الامريكي، يجيب لك خبراء وياخدوا نص الفلوس، فجاب المنظمات بتاعته عشان هي اللي تشتغل بالفلوس اللي نقصها من عندك، المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي الان دي اي والاي ار اي. فجاب النهارده الان دي اي دي موضوع تاني ده خالص بتاع ايطاليا وبتاع. فجابهم النهارده يشتغلوا بالدعم اللي كان فريدم هاوس فجابهم يشتغلوا بالدعم اللي كان المفروض يديهولك. فطبعا حصلت الهيصه اللي انت عارفاها، يعني المفروض ان الفلوس اللي كانت بتصرفها هذه المؤسسات، وده سبب الكونتاك اللي حصل بينها وبين الحكومه. يعني هنا نقول الخلاف على الدعم، يعني على يروح لمين؟ أيوة. على خلينا بس هيروح لمين؟ تعالى يعني نصغر بقى انا بقولها لك وعايزه راجعي تقرير واشنطن. يعني هي الفكره هنا الدعم يروح للحكومه مباشره وهي توزعه على المنظمات وما يروحش اصلا المنظمات؟ نسميه اشراف طيب من الحكومه؟ يعني هو كده لازم ياخد الاشراف الحكومه يا فندم، صح؟ يعني دوله اولا لبنان ما فيهاش الكلام ده، يعني عشان نتكلم في البتاع بقيه الدول العربيه كلها فيما عدا المغرب تقول لك اعلام الحكومه. يعني انا اعلم الحكومه بان انا خدت فلوس قد كده، واعلمها ايضا بالموازنات اللي انا صرفتها. يعني لازم اعلم الحكومه. يعني مساله الاتفاق حتى في امريكا اي منظمات بتاخد في مؤسسات مستقله بتراقبها، مؤسسات مش بقى جهازه حكوميه، لا بتيجي مؤسسات موجوده. ليه؟ عشان لا توظف هذه التبرعات في العمل السياسي الاغراض السياسيه. حتى في اوروبا يعني المفروض ان انا كمؤسسه باخد دعم من الحكومه عشان اوزعه. يعني في نوفيب مثلا مؤسسه هولنديه بتاخد عشان توزع على منظمات غير حكوميه. هذه المنظمه مراقبه من الحكومه الهولنديه. اقول لك تعالي انت وديتي المنظمه الفلانيه دي بتشتغل في السياسه. ومبادله الديون الايطاليه الاخيره اللي احنا يعني ده جزء من اللي بتتكلم فيه. لكن في النهايه يعني انت النهارده المهم انا عندي المصب هنا انا خدت في مشروع محدد معلن، مشروع محدد له ايرادات وله مصروفات، لازم العالم كلها تعرف عنه فين، انت وانا وكل حاجه. ومن حقك انت كاعلامي ان يوصل لك البيانات الحقيقيه. ما ده كلام مريح، يوصل لك البيانات الحقيقيه عشان تسالني، ومن حقك. وبعدين ما تقوليش يقول لك ايه
يعني دلوقتي انت عارف لما تيجي رقابه الحكومه لما تيجي تقول لواحد ايه انت خدت التمويل وصرفت فين؟ محدش يسالني لو وزاره التضامن او وزاره الشؤون الاجتماعيه يعني مثلا كان قبليها. لا، من حق ان انا اسالك ومن حق اي مواطن انه يسالك. دي الاشكاليه اللي حاصله ما بين هي دي المعونه الإشكالية. والاتحاد الاوروبي. هو ده الاتحاد الاوروبي دلوقتي في وسط الاتحاد الاوروبي دلوقتي بقول لك بيشتغل على مشروعات تنمويه حتى في اختياره للجمعيات. حتى في اختياره للجمعيات. وبعدين كمان اصبح عمليه تدقيق، يعني الجمعيه دي ليها ضوابط، حسابات منتظمه ولا مش حسابات منتظمه. ابتدى يحط الجمعيه بدا يحط لا ما هو حاطط بلاك ليست كتير. فما فيش خوف من يعني الاتحاد الاوروبي ما فيش خوف اللي انت حضرتك بتتكلم عليه، وفي نفس الوقت ما بيخشش في دعم انشطه سياسيه. انما هو المشكله مع الدعم الامريكي ان احنا مثلا هقول لك كلمه كانت موجوده في اتفاقيه مبرمه مع الحكومه المصريه، ان اللي كان في اتفاق ان الحكومه الامريكيه المعونه الامريكيه تدعم مباشره برامج حق المشاركه. فدعمت سنه 2005 المليون دولار اللي خدتهم، كل واحد خد مليون دولار سوا مع السفير الامريكي اللي وقع اياها وكان فيها اسماء مفيش داعي لذكرها. فجم قالوا ايه يعني ايه ده وازاي السفير الامريكي يعمل كده؟ واحد شخص قلت له الله ما انتم موافقين على في اتفاقيه بتقول كده، مين اللي وافق على الاتفاقيه؟ ده عضو مجلس الشعب. قلت له انتوا مجلس الشعب اللي موافقين عليها. هو مصطلح حق المشاركه اللي موجود في البند بتاع الاتفاقيه ده ما هو يعني ان انا من حقي ان انا ادعم اي برامج في متعلقه بالانتخابات ودعم الديمقراطيه. انت بتتكلم على ايه؟ انت بتمضوا على اتفاقات ما انتوش عارفين انتوا بتعملوا على ايه؟ قعدوا يحاولوا يعملوا بروتوكول لتعديل هذا النص، لكن هو كان في النهايه كان العمل ده عمل مباح للمعونه الامريكيه انها تدي مباشره للمنظمات بدون موافقه الحكومه. بس الاشكاليه ان المنظمات اللي خدت شغلها من المعونه الامريكيه هي اللي عملت حاله الاغراق اللي احنا ممكن نبقى شايفينها في الشارع. تاني ذكرتني ان ارجع لك تاني، مهم جدا ان انا مهم قوي ان احنا بقول لك يعني ده موضوع الجمعيات اللي احنا عملناها. في قضيه تانيه لم يعلن عنها يعني تم مباشره فيها جزء من التحقيقات وكان متورط فيه عدد من الجمعيات الخيريه الاسلاميه يعني بالفعل وبعض عدد من الجمعيات مش تقرير النيابه العامه طلع الاسلاميه بس يعني بس عشان طلع تقرير النيابه العامه طلع بحاجه يعني هي ما زالت تعمل في الشارع. احنا عايزين انا عارف مش عايز اقول اسماء. طب احنا عايزين مش عايز اقول لك هقول لحضرتك يعني في بعض انا لا يعنيني اسمائهم حاجة. يعني بعض يعني في جزء كبير جدا منهم جمعيات خيريه اسلاميه وجزء يعني في جزء بسيط جدا هيئات قبطيه هيئات قبطيه وفي جزء بقى اللي هو محل جدل اللي هو موجود عدد من المنظمات الصغيره اللي انت ولا انا نعرف عنها حاجه وفي مراكز وفي محافظات وفي محافظات تقرير النيابه مطلع الاسماء بتاعتهم 100 وحاجه 115 جمعيه تقريبا ما اعرفش عنهم حاجه ادتهم المعونه الامريكيه فلوس وبالارقام يعني طلع كل جمعيه خدت قد ايه يعني هتدي فلوس لمكان يعني طبعا ما تدي النيه بقى ما هو بص هقول لك لحضرتك على حاجه الكبيره السياسه فين من ما ده؟ تساليش فيها السياسه لما اجي العب سياسه مع كده يبقى في اختراق لما اجي العب سياسه كده لما ارجع يخلي العب الحكومه سياسه يعني مركزه لا ما هو بص اقول لك على حاجه طب ما احنا بس اسمعني بس عندها حق هنا عندها نرجع حق قدام في حاجه ما حضرتك ده مش بنفسك اللي معناها تقول لي انا عندي ناس شغاله واخده فلوس ماشي ما انا ما قلتش حاجه انا مش هتكلم انا هوصل معاكي لنقطه اتفاق بس هو الاجراء اللي ممكن نختلف عليه ده ارتكب فعل خلاص وخد فلوس ارتكب بيها جريمه حاسبيه ده في ناس هربت طلع عليها لكن احكام مش معناها وضع قواعد ثابته للجميع يعني انا 115 جمعيه انا عندي 47000 جمعيه لان الاخوان بعد 25 يناير بعد 25 يناير عملوا انشأوا جمعيات خلاص عدد من الجمعيات كبيره جدا لان في جزء منهم اسسوا احزاب بقيه الناس اللي هم اعضاء في داخل التنظيمات الدينيه دي اشتغلوا في العمل الاهلي وبداوا يشتغلوا بقى في النشاط الاهلي عشان يجمعوا التبرعات وياخدوا ايضا الهبات والمنح والنفحات عن طريق الجمعيه يعني عشرات الالاف من الجمعيات. عشان كده لما جت حصلت مراقبه الانتخابات الرئاسيه والبتاع ده المجلس القومي لحقوق الانسان في عهد الاخوان طلع 30000 تصريح. طب ايه يعني 30 كان في مقدمتهم سواسيه كان عايز يفتح البلد لا هو كان عايز يفتح البلد مقدمتهم السواسيه دي جزء يعني نقطه بحر محمد عبد دون أن المنصور يجي- اخو صلاح عبد لا المنصور نقطه بحر السواسيه دي انت بتتكلم عليها نقطه بحر في عدد المنظمات اللي ظهرت وعدد الافراد اللي ظهرت على اساس في عهد الاخوان واشتغلت ورغم ان هي يعني بره نعرف يعني احنا دايما هنا بنقول ايه لازم نعدل من انماط الجمعيات عشان نعرف الخيريه خليها لوحديها
جمعيات التنميه خليها لوحدها زي بره، جمعيات حقوق الانسان خليها لوحدها. وكفاله الموت خليها لو في لوحدها. النهايه هي- كده، هي- لو في النهايه يا استاذ عبد الله كلمه اخيره تقولها لنا عن منظمات حقوق الانسان، وكلمه للمواطن العادي اللي في الشارع أولاً يقترب منكم اكثر. يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني علينا ان احنا نعرف ان منظمات حقوق الانسان دورها هي حمايه المواطن وحمايه حقوق المواطن وحمايه يعني بشكل كامل ودعمه. منظمات حقوق الانسان منظمات لها ضروره شديده جدا في الوجود في اثناء حتى على الاقل المراحل الانتقاليه. ليه؟ لان المراحل الانتقاليه بيحصل فيها انتهاكات شديده لحقوق الانسان. مهم جدا ان يبقى في منظمات حقوق انسان ومجتمع مدني قوي يحافظ على توازن هذا المجتمع ويحميه سواء من انتهاكات السلطه، لان ايضا مراحل انتقاليه يحدث منها انتهاكات من جماعات غير حكوميه، ميليشيات يعني زي اللي بيحصل عندنا في مصر. ايضا يحصل انتهاكات من بعض رجال الاعمال او القطاع الخاص استغلالا فيما يطلق عليهم اثرياء المراحل الانتقاليه زي اثرياء الحرب. كل هذه الامور سواء بالنسبه للحقوق المدنيه والسياسيه، يعني حمايه من التعذيب، وايضا المعامله في داخل السجون، ايضا حريته في العقيده، حريه الراي والتعبير بالنسبه للصحفيين، ضمانات المحاكمه العادله وده مهم جدا، حريته في الاختيار وفي الانتخاب سواء رئيس الجمهوريه او مجلس النواب والضمانات اللي موجوده، حمايه حقه في العمل وفي الاجر المنصف، يعني اجر منصف مرتبط بحق العمل، حقه في التعليم، حقه في الصحه، كل الحقوق في الاقتصاديه النهايه هو والاجتماعيه. ده حق هو ده المواطن، حق يعني في المواطن النهايه اللي المواطن ده بتحميه، حقه. اللي بتحميه. لكن في النهايه عايز اقول ان ادوا حريه للمجتمع المدني، واللي يغلط يتحاسب بالقانون العام زي ما بيحصل بره، اللي يغلط يتحاسب ما يتشهرش بيه. طب. وهي رجاء من الاعلام، اتفضل. الاعلام يلعب دوره التنويري. انا ماليش زي ما احنا عملنا ده النهارده، رجاء. زي ما احنا ده رجاء. عملنا كده النهارده. يعني انا ما بقولش فرض ولا يعني ويترك دور خلاص رجال أعتقد الامن فقرتنا لرجال كانت الامن. منصفة. وهو ده اللي احنا رجال بنتكلم الامن فيه في رجال مصر الامن، الحلوة. واترك ايضا التحقيق والاتهام لسلطات الاتهام، واترك ايضا الادانه او البراءه للقضاء. اعتقد هذا ما قمنا به في مصر يمكن الحلوه. الرساله الاساسيه أعتقد في مصر الحلوه. بنشكر ضيفنا الدكتور عبد الله خليل الخبير المستقل في حقوق الانسان، شرفتنا ونورتنا. هنسيبكم مع الاحتفاليه بالعيد المئوي للكشافه المصريه ببيت ماري مرقص بالاسكندريه بحضور قداسه البابا، وانتظرونا بعد الفاصل مع فقره اقتصاديه مهمه جدا هنتكلم فيها عن الشارع المصري ومدى تقبله لعمليه تحريك الدعم ورفع الاسعار، وايه هو اللي احنا مستنيينه في الفتره اللي جايه، مع الدكتور رشاد عبده بعد الفاصل.